بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد. الحديث 32 من 40 الحديثية في آداب المساجد. باب جواز إنشاد الشعر في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. أخرجه في الصحيحين. الشعر من الكلام الذي حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه من أبرز شعراء الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أشد الشعراء تأثيرا في المشركين ومنافحة ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أجب الشعراء المشركين بشعرك واهجهم به دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لدينه. في هذا الحديث دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان سليما وكان حكما، كما كان شعر حسان رضي الله عنه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأشعار التي يكون فيها لغو لا فائدة منه مكروه إنشادها في المسجد. وفيه قوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحق، حيث أنكر على حسان إنشاده للشعر في المسجد، فلما تبين له إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك سكت. وفيه جواز طلب الشهادة من الغير لتأييد موقف الإنسان في فعله. وفيه شجاعة حسان رضي الله عنه وقوته في الصدع بالحق، حيث لم تمنعه قوة عمر رضي الله عنه وصلابته وهيبته من الرد عليه لاعتماده على الدليل. وفيه أنه يقاس على الشعر كل كلام يكون فيه خير ومصلحة للدين فهو مرغوب فيه، وما لم يكن كذلك فإن بيوت الله تنزه عنه. وفيه جواز الحلف بقول أنشدك بالله، والمعنى أقسمت عليك بالله وسألتك به. وفيه منقبة لعمر رضي الله عنه، حيث أنه كان وقافا للحق ولا يتجاوزه إذا ظهر له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.